بصرف النظر عن طرد جوردون لاعب نيوكاسل قبل المباراه، محمد ابو تريكه طلع قال لك حط كيس التلج على دماغك وانت بتتفرج على المباراه دي، علشان المباراه دي هتبقى عباره عن عركه، وهتبقى مباراه اكشن واجمل من اي فيلم اكشن. وحرفيا ده اللي بيتحقق في الشوط الاول. مباراه نيوكاسل بيضيع الفرص، وليفربول بيروح بتسديده من جرافنبرغ هايله وممتازه ورائعه اقل ما يقال عنها. بيثبت حارس المرمى، بيثبت المدافعين، بتخبط في القائم وبتدخل. ليفربول بيتقدم 1-0. المشكله الثانيه ان ابو تريكه قال لهم هيكون في كروت صفراء، هيكون في كروت حمراء، هيكون في التحامات قويه جدا. وحرفيا هو ده اللي بيحصل في الشوط الاول من اول المباراه ما بدات. كل كلمه قالها ابو تريكه واهمها انك تحط كيس تلج على دماغك قبل ما تتفرج على الاكشن ده اتحقق. حبيبي يا تريكه.